السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم الطفيلات، شحالكم ياك لباس؟ ياك بخير؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بأحسن الأحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي. اليوم طفيلات جبت لكم وصفة من أروع الوصفات عندي، ما شاء الله. هذه الوصفة خطيرة ما شاء الله. مجربتها أنا شخصيا وما نستغنى عنها، ونعرف عن هذه الوصفة موجودة في كل بيت ما شاء الله. وصفة طبيعية 100%. كيف دائما أنا كنشجعكم على الوصفات الطبيعية. الوصفة هذه اللي متكونة من التمر. هذا الماسك أنا نسميه ماسك المعجزة بالتمر لتبييض وتصفية الوجه. ما شاء الله. كيف قلت لكم يبيض ويوحد لون البشرة ويساعد في إزالة أثر حب الشباب والتصبغات والكلف وجميع مشاكل البشرة. يخلي بشرتنا زجاجية ومشدودة ورطبة ما شاء الله. كيخلي سبحان الله بشرتنا منورة وفيها واحد اللمعة، يعني بشرة مشرقة، وفي نفس الوقت يغذي بشرتنا لأنه هذا التمر غني بياسر من الفيتامينات ما شاء الله الرحمن الرحيم. أنا هون عندي تقريبا تمرتين، واللي عنده هذا التمر هذا النوع ديال الحلوى المعجون يمكن لك تستعمليه. المهم أنا تقريبا جهد تمرتين استعملتها، تقريبا حبتين من التمر. وعندي هون منقوع حليب، منقوع الزعفران في الحليب. الزعفران الشعر اللي هو هذا هو الزعفران الأصلي، الزعفران الحر. نقعتهم في شوية ديال الحليب، تقريبا 3 معالق من الحليب، وخليتهم منقوعين 4 ساعات، ولا يمكن لك تخليه في الثلاجة حتى للصباح. وتضيفي الحليب القياس ديال الحليب لهذا التمر. هذا التمر ساهل. التمر والزعفران الشعرة منقوع في الحليب، كتخلطيهم مزيان مزيان حتى كينسجموا. تعاودي دلكي حتى كيدخل داك الحليب والزعفران في التمر وولي مثل الكريمه. المهم انا هون خاصني نزيد الحليب باش يولي شويه مثل الكريم. هاد الماسك هذا ننصحكم به تستعملوه على البشرة تكون نظيفة، يعني تكونوا قبل هذا الماسك ديروا تقشير لبشرتكم. راه كلشي الحمد لله كيعرف بحالاش يعمل تقشير البشرة ديالو. المهم كتزيدوا الحليب حتى كيولي شبه يعني سائل تقريبا، يكون متماسك مع بعضه كيف الكريمه. كتخلطوا مزيان، ما يكونش سائل بزاف. حنا بغينا نوزعوا على البشره ديالنا ونخلوه. يمكن لك تزيدي استغفر الله العظيم، يمكن لك تزيدي الحليب، تضيفيه للتمر خفاف شوي باش تقدري. صدقوني الطفيلات منين تجربوا هذا الماسك ابدا ما لي تستغناو عنه. اول حاجه احنا الصحراويات، هذا من سر اسرار الصحراويات. هذا تبارك الله ما يخلي قندي هو شنو نقول لكم قندي معنى قندي هو مثلا قندي هذا يكحل البشره، يخلي على بشرتنا واحد الدخونيه. كتشوفي سبحان الله البشره ديالك دخنه، يعني لونها كيفاش نقول لك، لونها ما هو صافي. كتكون واحد التصبغات كتظهر لنا فجأة واحد التصبغات على البشرة. هذا هو اللي نسموه حنا أقندي هذا كيكون من تأثير مثلا الناس اللي كتوكل الفلفل بزاف، كتوكل الهريسة، أو كتوكل الملح بكثرة، أو مثلا شامة روائح كريهة مثل ريحة الدوليون أو ريحة الصباغة. يعني روائح كريهة هي اللي كتخلي البشرة ديالنا فيها هذاك اللون الرمادي وتصبغات. شتو كتخلو بحال هكا تقريبا، ويمكن لكم تزيدوا، المهم كتخلو بحال هكا باش تقدروا بحال الكريمه، يعني خفيف بحال الكريمه، وتوزعوا على البشره ديالكم وتخلوه نصف ساعه. ومن بعد بغيت تبرموا البشره ديالكم، ديروا تعدلوا على بحال
طريقة تبريمة أو تغسلي وجهكم مباشرة. ما شاء الله صدقوني أنا هذا الماسك ما كنستغنى عنه، يوميًا، يوميًا كنديرو على كنضيف كنوزّعو على البشرة ديالي. ما شاء الله كينعّم البشرة، كيصفّيها، كيوحّد اللون تبارك الرحمن، كيقضي على حتى التجاعيد، كيخلّي بشرتك مشدودة، مشدودة فيها واحد الإشراقة، واحد اللمعة، واحد النضارة خطيرة البنات. نبغي منكم حبيباتي تجربوه، ساهل بسيط والمكونات الحمد لله موجودة في كل بيت، وأنا أنا متأكدة أنكم إن شاء الله غادي تحصلوا على واحد النتيجة رائعة جدًا. المهم بلا ما نطوّل عليكم حبيباتي، نبغي منكم تجربوه ونبغي منكم أيضًا تكثروا من اللايكات تشتركوا في قناتي، ياك راني دائمًا نجيب لكم الجديد. مرحبتي وسهلتي بكم.